هيجي منين الخير؟ وانا عمري هشوف خير طول ما ورايا الاستاذ ابن سعاد ده. كمال عمل ايه تاني؟ عمل ايه؟ الاستاذ راح البنك وقدم لهم الشيك اللي حضرتك بجلالة قدرك قطعته بايدك وطلب يصرفه من حسابي. طب وهم كلموكم البنك؟ ايوه يا استاذ، وقالوا لي الامضه امضتي والشيك سليم. الله، ايه اللي انت بتقوله ده يا حاج؟ اللي انت سمعته يا سبع البرومبا. انا سمعته ايه؟ الله، يعني كمال ادانا شيك بايظ؟ اداك انت. انا محدش يقدر يديني حاجه، انا راجل محدش يلعب بيا الكوره ابدا. على كل حال انا فلوسي رجعت لي والشيك انت هتجيبهولي. شيك ايه ده؟ انا لو شفته هقتله يا حاج. الله، اللي يعمل حركه زي دي يبقى ما ينفعش معاك كلام. طب بقول لك يا حاج، طب ما انا ابعت له ايهاب يقعد برضه معاه يشوف دماغه فيها ايه. ايهاب مسخن من سيدي الا ستي. الافندي راخر جاي لي عايز ياخد مني $500,000 جنيه. فاكرينها تكيه ولا نهيبه؟ لا، هم عايزين يورثوني وانا عايش. ده لا يمكن يحصل وانا موجود ابدا ابدا. طب بقول لك يا حاج، انا هخليك تضرب عصفورين بحجر واحد. انا كنت مأمن نفسي بالشيك. برافو عليك يا كمال، بس بصراحة أنا خايف أحسن تتأذي منه. خوفي من سيد الدقاق انا خرجته من حساباتي من زمان، وحقي هاخده منه يا بمزاجه يا بالقانون. لا لا لا، قانون إيه؟ اوعى تفكر تمشي في سكة القانون دي. لو فكرت كده يا كمال ربنا يديني ويديك طول العمر. احنا ممكن نحلها ودي واضحي بنص المبلغ. يعني إيه؟ أنت عايز تتنازل له كده عن $1,000,000 حتى واحدة ليه؟ بس بشرط. ماشي، لو أنت متأكد إن هو اللي سرق أو ابن يوسف، لو متأكد بجد اتشرط، ده حقك يا كمال. امال مين اللي سرقني؟ ام الله يرحمها مثلا طلعت من التربه وسرقتني؟ هو شرط واحد مفيش غيره، يعترف بوحيد ويقول ان هو ابنه ويكتب الكلام ده في ورق رسمي، والا ورحمه امي لا هرفع عليه قضيه بالشيك. ولادك دول عصابه يا حاج. العيال دي من جواها كده مليانين غل، مليانين حقد. والله عندك حق يا يوسف، بس احنا لازم نكون معلمين ونتعامل مع العالم السوي دي بالراحه. خليهم هم يغرزوا في الطين كده حته في حته. بالك انت يا حاج، العيال دي حظها حلو ان انا مش فايق لها. يا سلام يا يوسف، ومن سمعك والله انا كمان مش فايق لهم. اسمعني بقى. نعم يا حاج. انا يا ابني عايزك تسفرني يومين كده. سفرك يعني؟ عايزني افسحك يعني؟ تفسحني يا دي غشيم انت. انا عايز افك عن نفسي يومين، عايزك تهربني من الست دلال وزن ام دلال. على فين يا اسد؟ يا سلام يا جميل، حلو قوي. انت عايزني اقول لك؟ لا ان شاء الله مش هقول لك غير وانت بتوصلني. ما هو اللي اتلسع من الشوربه فوق الزبادي يا اسد. اسم الله عليك يا ابن الاسد. بقول يا حاج، هو حضرتك هتعمل ايه في موضوع السفريه ده؟ سفريه ازاي؟ بتاع ايه يعني؟ بتاع ايه؟ سفريه اسكندريه يا حاج، سفريه اسكندريه. اصل انا مش هينفع اسافر، وانت عارف السفريه دي مهمه، لازم انت اللي تسافر بدالي. والله فكرتني. سفريه اسكندريه؟ ايوه. وبعدين بقى هو انت يا ابني مش هتعمل حاجه؟ انت هتفضل عايش بتاكل في قته محلوله كده؟ اتعلموا المسؤوليه بقى. لا اله الا الله، كل حاجه فوق دماغي انا. ما يصحش كده، انا كبرت. معلش هعمل ايه بقى؟ ربنا يعيني. خلاص ربنا يقويني واسافر انا المره دي، بس اعمل حسابك المره الجايه انت اللي هتسافر. حاضر يا حاج، حاضر، تحت امرك. سفرية دي يا حاج؟ سفريه مهمه تبع الشغل. رايح العين السخنه 3 ايام، عندي هناك مصلحه. هي اسكندريه ولا العين السخنه؟ ولا انا اللي باين لي سخنه ولا ايه؟ طب بقول يا حاج بالاذن انا بقى، عشان انا رايح السفريه بتاعت المحله اللي انت عارفها. السلام عليكم.
محل تاخد. الواد عنده حق. جرام ودلال، جرام ودلال. ايه اسكندريه والعين السخنه؟ انت هتلخبطينا ليه؟ وبعدين تفرق ايه اسكندريه من العين السخنه؟ ما كله بحر ربنا ونافد على بعضه. لا تفرق كتير يا حاج، السخنة طريق واسكندرية طريق تاني، حدد عشان ما تتوهش. اتوه؟ طب خلي بالك انت من نفسك، ده انا توهك انت ومية زيك وزي امك. في دي بقى عندك حق. بقول لك ايه، ما تاخدني معاك يا حاج، خدني معاك اذا كنت مسافر، خدني معاك. الله، لا اله الا الله. جرابت انت هتشغلني رقاصه ولا ايه اللي خدني معاك؟ ما ينفعش. اولا ما ينفعش تسافري الطرق دي، سواء بتاع اسكندريه ولا العين السخنه، طرق كلها مطبات وانا خاف عليكي. ماشي يا حاج، انت صح، بس انا سألت الدكتور وقال لي مفيش مشكلة من السفر. وبعدين بقى مدلال بتشوفي حل مع بنتك. ربنا يكرم ان شاء الله. بس انا هقول لها ايه؟ ما هي برضو ادرى بمصلحه نفسها يا حاج. طب بقول لكم ايه، انا مسافر يعني مسافر، اللي عاجبه عاجبه، مش عاجبه يشرب من البحر. اكتر مره صرفت فيها فلوس في حياتي. كل يوم من ده حياتي. ربنا يخليك ليا يا حبيبي وما يحرمنيش منك ابدا. خش بقى جهز لك العشاء. بقول لك ايه، تعالي بالعشاء بلا بتاع، هتعملي فيها طباخه. تعالي. لا بقول لك ايه، ما تقوليش انك مش جعان. تعالي بس اقعدي. تعالي. ايه في ايه؟ بقول لك ايه رايك نضرب لنا يومين في شرم زي زمان؟ شفت يا برنس، اديك ابتديت ترجع زي زمان. برنس. ماشي، بس هنسافر بالعربيه ومش عايز جنس مخلوق يعرف. ايوه بس انا هقول لنهى. لا اهو نهى دي بالذات بقى ما تقوليلاش. ليه؟ ليه ايه؟ ما هي نهى دي لو عرفت هتقول لي ايهاب، وانا لسه قايلك ان انا مش هعرف حد. حاجه غريبه قوي، مش عايز حد يعرف وعايز تسافر بالعربيه، رغم ان احنا متعودين نسافر بالطياره. ايه الجديد يعني؟ دي ما انت ناسيه انا خاطب بنت مين؟ وهتقول بقى لخطيبتك وابوها ايه على اللي في بطني. اهو لما يحصل يبقى حلها حلال، خلصنا بقى. هو انت ليه كلامك مش مريحني؟ حاسه ان في حاجه بتخوف. عشان ما بتسمعيش الكلام. اللي هو ايه؟ ما تخلصينا من قصه الحمل ده يا بنت الناس، ما يبقاش دمك تقيل بقى يا شوشو. تاني يا يوسف؟ طب انا مش هسافر معاك. خلاص بلاها سفر، وخلي بقى مهله التفكير ممدوده. طب خلاص ما تزعلش نفسك. ما زعلش نفسي يا شوش، انا دماغي مليانه مليون حاجه، عايز افضي دماغي شويه. معلش. يا ساتر عليك. بقول لك ايه، خش اعملي لي فنجان قهوه على السريع. يلا. زكي، وصلت فين دلوقتي؟ طب انا نص ساعه ابقى قدامك. ماشي، سلام. بقول لك السفرية دي مش مريحاني. طب وناويه تعملي ايه؟ هنزل شغلي طبعا، هروح الوكالة، مع ان في حاجة كده مش مفهومة. سيد مخطوف كده تايه، ما هواش هنا، ويوسف مشغول، والبيت كله كده بقى مليان ألغاز. وهو مروحك الوكاله هو اللي هيحل اللغز. يا بنت دوري على مصلحتك، حاجه على جوزك. ما انا ياما ما فيش حاجة قلقاني على سيد غير خطافة الرجالة. وتطلع مين خطافه الرجاله دي؟ مساء الخير. مساء الخير يا سمر. ايه يا حبيبتي، عاملة ايه دلوقتي؟ خفتي؟ الحمد لله بقيت احسن. الحمد لله. هي فين دوسة؟ تلاقيها قاعده بتلت وتعجن في المطبخ. لو سمحتي ما تتكلميش على دوسة بالشكل ده بعد اذنك. يا اختي اخاف وكش من دلوش. مالك يا اختي فزعت فيا قوي كده؟ ياما مش كده بالراحة. معلش يا سمر، هي طريقة كلامها كده ما تقصدش. حصل خير مفيش حاجة بعد اذنكم. طب بقولك ايه، عايزاكي معلش ياما سيبيني مع سمر شوية. ما شفتش بنت تخبي سرها على امها. انا داخله اعمل لي سندوتش. بقولك ايه، عايزاكي بقى تردي لي الخدمة، وهو بوكي لحد دلوقتي ما عرفش حاجة عن السفرية بتاعتك. لحد دلوقتي؟ وهو انت ناوية تقولي له حاجة؟ لا طبعا، انا قد كلمتي وزي ما وعدتك، بس يا سمر انا محتاجالك. طب اموريني، عايزة ايه؟ بصي بقى، عايزاكي تكلمي لقاء كده تعرفي لي كل اخبارها، تعرفي بتفكر في ايه، بتخطط لايه. وانت عايزة تعرفي الحاجات دي كلها ليه؟ قلقانه منها، دي خطافه رجاله، وبعدين الصنف ده يا سمر انا عارفاه كويس. لا انا اسفة، انا ممكن اعمل لك اللي انت عايزاه،
لكن اتجسس على حد دي حاجه انا فعلا ما اقدرش اعملها. كده يا سمر؟ ماشي، متشكرة قوي. أنا هتصرف.